قمت من النوم زي كل يوم محتارة هعمل أكل ايه ومش عارفة لغاية ما جاتلي الفكرة. قمت لبست ونزلت السوق، جبت بتنجان وكوسة وفلفل وعملت أحلى حلة محشي. الفلفل الطعم حكاية والريحة حكاية والشكل جنان، بس كده لا، وكمان جبت فرخة نضفتها وسلقتها وحمرتها. المحشي ما يتاكلش غير هو جنبيه فراخ او لحمه او بط، وعايزه اقولك الاكل طعمه تحفه. يلا بقى كفايه رغي كده، يلا بينا نخش على الطريقه. هنا زي ما انتوا شايفين انا جايبه البتنجان مقوراه والكوسه والفلفل والخضره والبصل مخرطاه والقوطه وعصراها، وهنزل في حله بحبه زيت وهبتدي ان انا احمر في البصل. وبعد ما البصل ياخد اللون بتاعه معانا هبدا ان انا هنزل بصلصه الطماطم مع البصل وهسيبه ان هو يتسبك مع بعضه. وهغطي الطماطم وهسيبها ان هي تتسبك. وهنا معايا حلة حطيت فيها مية وورق لوري وحبهان وفلفل اسود وملح وبصلاية مبشورة واخليها تغلي مية الفراخ. وهناك انا نقلت الصلصة بدأت معانا في التسبيكة وهسيبها بس تغلي شوية وبعد كده هشيلها. وهروح هنا نقعت البتنجان والكوسة والفلفل في مية وعيرت معيار الرز، وهنا هقطع الخضرة. وهنا انا غاسلة الفراخ وكنت نقعاها بس هديها شطفة كمان قبل ما انزل فيها في المية. طبعا هي مغسولة ومنقوعة ومتنضفة وزي الفل. وهنا بعد ما المية بتاعتنا غليت هبدأ ان انا اسقط فيها الفراخ. طبعا يا جماعة الحلة طلعت صغيرة فانا هنقلها في حلة اكبر علشان هتقعد تفور وهتبهدل الدنيا. الحلة طلعت صغيرة جدا وكده الحاجات مش هتستوي، فانا هضطر ان انا انقلها في حلة اكبر شوية علشان تاخد كفايتها من السوا. وهنا يا جماعة الصلصة بتاعتنا اتسبكت، هشيلها من على النار وهفضيها في طبق بلاستيك او في صينية. هنا فضيت الصلصة في طبق بلاستيك وهبدأ ان انا اتبلها واحيقها. هنا انا الخضرة غسلاها ومصفيها وكمان الرز غسلاه ومصفياه. هنزل اول ب3 معالق كبار من الزيت. طبعا المحشي احنا كلنا عارفين ان هو روحه الزيت والطماطم، فانا حاطه الزيت قلي محمره بالبصل، وادي الزيت التاني اللي انا بقلب بيه الطماطم عشان الرز بتاعنا يبقى مفلفل. ودي تركايه. وهنا معايا معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه كبيره من الكمون. طبعا يا جماعه في ناس بتحط الرز والخضره على الصلصه وهي بتتسبك كده يا جماعه المحشي بيعجن. لكن انت لما بعد ما تحطي الرز بعد ما الصلصه تتسبك وتخرجيه تفضي كده زي ما انا عامله وتحط الرز والخضرة على الصلصة بيديكي نتيجة أفضل للمحشي. وأنا بعد ما حطيت الملح حطيت الكمون والفلفل الأسود هنزل بمعلقة كبيرة من الملح وقلبت كل المكونات مع بعض علشان يبقوا دايبين في الصلصة، ولما اجي احط الرز ما يبقاش حتة فيها حياء والحتة التانية لا. وهنا بعد ما ضفت الملح والفلفل الاسود والكمون وقلبتهم كويس، معايا قرن فلفل اخضر بس انا مش مقطعاه كله علشان انا عندي ابني ما بيعرفش ياكل حاجه الحراقه، فانا واخده الجزء اللي تحت من الفلفل الاخضر ومقطعاه وحطاه على الصلصه ودقتها. طبعا كده طعمها جميل وهي مش محتاجه اي حاجه تاني. وهنزل هنا بالخضره بتاعتنا طبعا مغسوله ومتصفيه كويس، ابتديت ان انا انزلها على الصلصه. وبرده هقلب الخضره في الصلصه علشان كله يبقى داخل في بعضه. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت ان انا اقلب الخضره في الصلصه واخليه كله يمتزج من بعضه وكل المكونات تتقلب مع بعض. هو ده بعد ما الخضره بتاعتنا والصلصه اندمجوا مع بعض هنزل بالرز. طبعا يا جماعه مغسول ومتصفي كويس بس ما يتغسلش قبلها بفتره، يعني خلاص هتحطي الحاجات وهتبتدي ان انت تندمجيهم مع بعض، فهنا تبقي تغسليه وتحطيه علشان الرز ما يتكسرش معانا. وادي هنا ابتديت بقى ان انا استغنى عن المعلقه الصغيره وجبت المعلقه الكبيره علشان اعرف اقلب. هنا برضو هدمج كله مع بعض وهقلبه كويس جدا علشان كله يخش. هنا اهو بعد ما قلبته خلاص الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين ما بقاش الصلصه كويسه وما بقاش فيه حاجه مش مدموجه مع بعض. هبتدي بقى ان انا اصفي البتنجان والفلفل والكوسه كويس قوي وان انا ابدا ان انا احشي. وهنا اهو صفيتهم وجبت الكوسه بحشيها. وطبعا يا جماعه دي تركايه اهم، ان انت لازم بعد ما تحشي الكوسه تدبيها دبه علشان لو صباعك مش واصل لتحت هي الدبه دي بتنزل الرز لتحت. وطبعا واحنا بنحشي لازم نخلي عقله فاضيه علشان الرز بتاعنا ما يخرجش ويبهدل الدنيا. نخلي قد اول عقله صباعنا كده خارجه فاضيه
ويكون نص الحته بتاعت البتنجانيه اللي قدام فرخه. عايزه اقول لكم يا جماعه الطريقه دي بتخلي المحشي ما يعجنش وبتخلي برضو طعم. وعملت هكذا برضو في البتنجان، ما بتحشيش لغايه الاخر، بتخلي عقله فاتيه زي ما انتم شايفين. طبعا يا جماعه الطريقه دي جميله وبتخلي كل رزايه والتانيه مخصمه بعض، وبتخلي المحشي يبقى مفلفل ومش معجن وطعمه بيبقى روعه، والصلصه بتبقى كتير زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنخلص الكميه دي وهرجع لكم تاني بعد ما اخلصها عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم وتستمتعوا بالفيديو. بس لو وصلت لغايه هنا ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغيرك يستفيد. انا عارفه ان دي حركه بسيطه عليكي بس هي كتير بتفرق معايا كتير، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وهنا اهو بعد ما خلصت المحشي ورصيته، طبعا يا جماعه الرصه دي مهمه جدا، مبتخليش المحشي الرز بتاعه يخرج منه. في ناس بترميه كده وبيستوي، لا الرز كله هتلاقيه فيه من المحشي والفلفل، فهي الرصه دي المضمونه ليكي. وهنا بعد ما الفراخ بتاعتنا استوت زي ما قلت لكم ان انا نقلتها في حله اكبر، وهنا بعد ما خرجتها وهقليها بعد ما اسوي المحشي. وهنا علقت على المحشي وهياخد بالظبط هما 30 دقيقه على النار. هبتدي ان انا اسقي بشوربه، طبعا مش متوفر عندك شوربه ممكن تسقي بماجي وحبه ميه وحبه ملح وحبه فلفل اسود وحبه كمون، وبيطلع طعمه روعه. يعني مش موجود شوربه مش هناكل، لا هناكل وبيطلع طعمه بصراحه جميل. بعد ما سقيته خلاص طبعا بنخلي الميه نصها لغايه البتنجانيه، ما بنخليش الميه مغطيه البتنجان والكوسه من فوق. وهنا هنسيبه نص ساعه، واول ما يبتدي يتشرب هنوطي عليه على تحت. وهنا اهو بعد ما الاكل المحشي استوى معانا سبت الفراخ قليتها. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طعمه تحفه ولا الريحه جنان. وهنا بقى بعد ما خلصت الاكل قلت مش لازم اقفل الفيديو كده، لازم اصوره لكم اوريكم قد ايه ان هو جميل وريحته تحفه طعمه جميل. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد وغيركم يستفيد وربنا يحسن ما بين ايديكم. مع السلامه.